هنعمل النهاردة كسدية بالبطاطس المهروسة والجبنة. الكسدية أكلة مكسيكية مشهورة جدا، بتتحشي فراخ أو لحمة أو خضار، بس الأساس في الوصفة دي هي الجبن. طعمها حلو جدا، بتبقى واخدة كده طبقة مقرمشة من بره ومن جوه الجبنة سايحة جواها. تنفع بقى في الفطار وفي العشاء وفي جوع آخر الليل. هي سهلة وسريعة ومتاخدش أي وقت خالص. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو انتوا أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمان تحطوا لايك للفيديو، وتعالوا على طول ندخل في الطريقة. هحشي الكسدية النهاردة بالبطاطس المهروسة، وزي ما قلت كده تقدروا تحشوها أي حشوات تانية. هحتاج كده 3 حبات من البطاطس حجمهم متوسط. طبعا بنقشرهم كويس ونغسلهم وبقطعهم مكعبات وباخدهم عشان نسلقهم. هسلقهم النهاردة سوا كامل. تقدروا بقى تحشوا الكسدية لحمة معصجة، فراخ، تونة، بطاطس، خضار، اي حاجة هتبقى طعمها حلو جدا. بعد ما بقطع البطاطس كده بغسلها وبعدين باخدها عشان اسلقها. بجهز بقى طبق كبير وبحط فيه البطاطس اللي انا سلقتها، وبحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة فلفل اسمر. حابين بقى تزودوا البهارات تضيفوا اي بهارات تانية عليها، تضيفوا مثلا توم باودر، بصل باودر. حابين تقطعوا كده معاه بصل اخضر صغير، بقدونس، هيديلها طعم حلو جدا. بعد ما بحط كده البهارات على البطاطس بهرسها كويس جدا بالشوكة. عايزين ننعمها خالص عشان ما يبقاش فيها اي كتل. معايا كمان خبز التورتيه او خبز التورتيلا اللي هو بنعمل بيه السندوتشات العادية. بيبقى موجود طبعا في اي سوبر ماركت كبير. لو عايزين الطريقة بتاعته اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هعمله لكم في فيديو مخصوص. هحتاج منه كمان الميني اللي هو الحجم الصغير. تعالوا بقى نجهز السندوتشات بتاعتنا مع بعض. باخد كده العيش وبحط عليه معلقة كبيرة من الكاتشب، وبوزع الكاتشب على العيش كله، وبعدين بحط البطاطس وبوزعها كده على نص السندوتش بس، عشان احنا طبعا لسه هنقفل السندوتش بتاعنا او لسه هنطبقه. وهنحط كده شوية جبنة وشوية زيتون. بحط كده شوية جبنة مشللة او جبنة موتزاريلا. حابين بقى تستخدموا اي نوع جبنة تاني هينفع وهيبقى حلو جدا. بعد ما بحط الزيتون كده والجبنة بطبق السندوتش وبقفله كده على بعضه. سهل جدا وما بياخدش اي وقت خالص. عايزه اقول لكم كمان ان ينفع تخزنوه زي ما هو كده وتطلعوه على التسويه على طول. تعالوا نعمل واحد تاني كده مع بعض. بجهز العيش واحط عليه معلقه كبيره من الكاتشب، بوزع الكاتشب كويس جدا على العيش، وبعدين بحط البطاطس المهروسه وبنحطها على نص واحد بس من السندوتش. بحط البطاطس وبوزعها كويس جدا، وبعدين بحط عليها الجبنه. ده انا هعمله كده بالجبنه الشيدر. بحط الجبنه كده وبعدين بقفل السندوتش او بطبقهم الاتنين كده على بعض. بكمل بقى كل اللي معايا بنفس الطريقه كده، بس بحاول اغير في الحشوات شويه. بعد ما بخلصهم كده زي ما قلنا نقدر نحتفظ بيهم زي ما هم كده في الفريزر ونطلعهم على التسويه على طول. دلوقتي بجهز طاسه على النار، بحط فيها معلقتين كبار من الزيت، وبعدين بحط السندوتشات. ما بتاخدش اي وقت خالص على النار، يا دوب بس دقيقه على كل ناحيه. وكمان بنحطها على نار هاديه عشان بتاخد لون بسرعه. اول ما بتاخد لون كده من تحت بنقلبها على الناحيه التانية. بخلصهم بقى كلهم بنفس الطريقه كده، بس بين كل مره والتانية بنمسح الطاسه بتاعتنا بمنديل. بصوا بقى شكلها حلو قد ايه، واخده لون ذهبي حلو جدا. عايزه اقول لكم بقى ان العيش من بره كده بيبقى مقرمش جدا وطعمه تحفه. الجبنه بقى سايحه جواه، وميكس الجبنه كده مع البطاطس طعمه رهيب. جربوها، انا متاكده ان هي هتعجبكم جدا. وبس انا كده وصلت لنهايه الفيديو. بتمنى فيديو النهارده السريع ده يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو انتوا اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وكمان تحطوا لايك للفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.